يا عمي اقسم بالله انا زيهم، انا زي اليهود، قاري في علمهم بنفس درجة قراءتهم، علشان كده انا عارف ايه اللي بيحصل. وهم دلوقتي بيملكوا الثلاث حاجات دول، فهم دول بيديروا. ده ناس في دماغها ان هي مش هتدخل الجنة الا اذا كانت مسكت وتحكمت كويس جدا في كامل ادارة شؤون الارض. عقيدة دينية، هي دي عقيدتهم. انا اقول غلط، طب يا عم احنا عارفين انها غلط، والله العظيم عارف انها غلط، والله 3 يمين بالله عارف انها غلط. لا، وهناك يهود كثرة عارفين انها غلط، هو مش في دماغهم الكلام ده. طب انا فرحت ايه بكلمة غلط بقى وساكت؟ مؤمن انت بقى، من رأى منكم منكرا اقل حاجة يغيرها بايه؟ بقلبه. انت بقى بتغيرها بقلبك، قوم لك وجع في قلبك. كلام تهريج. يقول لي تذكرة المترو زادت، مش عارف ايه، احنا هنجيب منين؟ لا مش عارف ايه زاد بيه. لا يا اخويا ما تجيبش، ان شاء الله عنك ما اشتغلت ولا اكلت ولا شربت ولا اتنيلت. وانا قلت لكم 100 مرة وحياة المصحف ده وانا في رمضان، اصل انا جايبه علشان بحلف بيه، علشان خاطر يبقى انا عملت اللي عليا وابقى خارج ضميري مرتاح. اعمل اقول الحمد لله انا قلت لهم، وهم احرار بقى اصحاب القرار. واخد بال سيادتك؟ وحياة المصحف ده وربي انا بعمل زي الفلاحين بالظبط لما بعمله، وحياة المصحف ده ما في رئيس جمهورية في الارض كلها بيبقى عايز يزود اسعار، ولا في اي حكومة في الارض كلها بتبقى عايزة تزود اسعار خالص. يعني انا احلف لك بقى بكتاب الله، وكتاب الله هذا، وكتاب الله هذا، وكتاب الله هذا، الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عايز يزود اسعار. يلا يا عم. امال الاسعار هتزيد ازاي؟ علشان ما هوش عارف يوقف زيادتها. راجل استلم البلد محروقة اقتصاديا، طب وخدميا اللي هي خدمات البنية الأساسية شرحه. يعني لا في معاه فلوس ولا في معاه خدمات، خلصت انتهت، عمرها الافتراضي انتهى. وحضرتك ولا انت حاسس بينا، اول ما شفت الامن بقى تمام التمام بقى، ومفيش حد قاعد بالسرق وبتاع، وبتوع المرور بيقفوا يفتشوا على الرخص ومش عارف ايه، واللي عليه حكم بيجي ومش عارف ايه والكلام ده، زي حالات ما قبضوا عليها كده وبتاع والكلام اللي انت فاهمه ده. واخد بالك؟ قلت لا ده كده مصر خلاص بقت في ده، مصر هتنافس امريكا. حبيبي الامن هو قاعدة الاقتصاد، فكان لازم يبدأ بالامن علشان بناء عليه يقدر يبني. هيجي واحد يقول لك ايه يا عم، ما هو يعني كمم افواه الاعلام وبتاع ومنع الناس انها تتكلم وما قعدش حد يقدر يفتح بقه والكل بيطبل. صح حصل. ليه؟ لانهم ما بيفهموش حاجه، هيسيبوا يبوظوا الدنيا. يبقى الراجل عمال يبني وهم عمالين يخربوا من الناحيه الثانيه. ما هم لو كانوا متعلمين وفاهمين ومثقفين وفاهمين هو بيعمل ايه الى اخره كان سابهم يقولوا. انما انا مش هبقى ببني بايد وقبل مني ايد تاني عماله تهد. وهو في نفس الوقت هو سياده الرئيس قال هذا الكلام مع سندره وقاله في كذا مره، ودي حقيقه ده واقع. انا قلت كلام في الحلقه دي والحلقه بتاع امبارح، حضراتكم سمعتوه في اي قناه فضائيه مصريه او عربيه. لو كنتوا سمعتوه يبقى انا غلط.